اللي سعدنا ان تكون معانا على الهاتف وزيره كل المصريين وحبيبه المصريين في الخارج، معالي السفيره سهى جندي وزيره الهجره. مساء الخير يا معالي السفيره، واهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، مشرفينا، اهلا وسهلا. الجواب بان من عنوانه يا فندم، يعني الزيارات المكوكيه والفيديو كونفرنس مع كافه الجاليات الموجوده في مصر، وكنا متابعين امبارح في نيوزيلندا واستراليا واليابان وكوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، واليوم ايضا في كل مكان. فالجواب بان من عنوانه النهارده يا فندم. ربنا يكرمك يا فندم. والله النهارده الحقيقه مصريين في الخارج فرحين، عاملين فرح ومفرحين قلبنا معاهم. فانا يعني تقدر تقول ان انا كده طايره من كتر المشاركه، ما هي جميله، اخذا في الاعتبار ان في كتير من هذه الدول النهارده مفروض شغل. فبالرغم من النهارده ان هو يوم عمل في كثير من الدول، الا ان برضو المشاركه كان متميزه في هذه الدول. فما بالك بقى لما يبقى سبت وحد اجازه هيعملوا ايه؟ فانا سعيده، ويعني بشكر ربنا على يعني هبته لينا في الاحساس بالوطن كبير عند المصريين في الخارج، والمشاركه مشاركه حقيقيه بقلب وبمحبه، بشكر الله عليها. تمام. في يا فندم جهود كبيره جدا في غرفه العمليات التابعه لوزاره الهجره من امبارح بالليل، من بدايه التصويت في نيوزيلندا واستراليا واليابان. فيعني حركه كبيره جدا وغرفه عمليات على اعلى مستوى موجوده في الوزاره يا فندم. ربنا يكرمك يا فندم. هو الهدف ان احنا نبقى موجودين مع المصريين بغض النظر عن التوقيت، لان حضرتك عارف ان في زي ما حضرتك قلت كده نيوزيلندا ابتدت يوم الخميس بالليل بتوقيتنا، انما وجود الغرفه دي في يعني بشكل مكثف لمده 24 ساعه على مدار اليوم، ده بيدي ايحاء للناس بان احنا موجودين. لو في اي نوع من انواع التحديات حصل، احنا موجودين علشان ندير اي يعني اشكاليه، وان شاء الله ما يبقاش في اي اشكاليات، وكمان نستمتع بيهم ونستمتع معاهم. والفرح الانتخابي والعرس الانتخابي اللي هم يعني عاملينه، وده نبقى جزء منه ونفرح معاهم. فالغرفه موجوده على مدار ال 24 ساعه، وان شاء الله تبقى يعني 3 ايام يعني بتشتغل بكامل عدتها وعددها، ويعني نسعد في ال3 ايام ونحقق كمان انجازات وارقام مشاركه كبيره باذن الله ما تكونش يعني حصلت قبل كده. حضرتك يا فندم بذلت مجهود كبير من شهور من اجل الدعوه والحث للعمليه الانتخابيه، ونحن هنا في البرنامج شهود عيان على مجهوداتك الكبيره جدا، سواء في اللقاءات الخارجيه او الفيديو كونفرنس، او اخيرا كان باللقاءات المباشره في الرياض وفي جده وفي الامارات وفي ايطاليا، واخيرا كان في فرنسا يا فندم. فيعني مجهودك ما راحش سدى، وخاصه ان كافه المصريين نزلوا، وكنت حضرتك مراهنه على هذه البدايه القويه جدا يا فندم، ونجحت يا فندم في هذه الجوله. واحنا قدامنا الصور بتاعت زياره فرنسا يا فندم، وزيارتك لمراكز الاختراع في فرنسا. انا متشكره جدا يا امين بيه، والله انت بتفرح قلبي بكلامك الجميل ده. انما هي حقيقيه المحبه والثقه اللي بيننا وبين اهلنا في الخارج كبيره جدا جدا. المشاركه في كل المحطات اللي عملناها، المشاركه الفعليه، ادت الى حماس وحميه متميزه. الناس كانت يعني لما بنطلب مقابله مع الجاليه بتنزل يعني بكامل عدتها وعددها، يعني وبالرغم من انها انا زرت الفتره بتاعه اوروبا بالذات كانت كلها في اوقات عمل، يعني الاجتماعات كانت في اوقات عمل، وبالرغم من هذا المشاركه كانت متميزه، وكانت دليل على ان النهارده وبكره وبعده باذن الله هيكون المشاركه اكتر بكتير حتى من اللي احنا شفناه يعني على ارض الواقع.
اتفضلي يا فندم، اتفضلي. الفكره بس ان هو المشاركه مش بس محبه وثقه، هي كمان احساس بالمسؤوليه من المصريين. عارفين اساسا ان مصر بتمر بالعالم كله بيمر باوقات عصيبه واوقات ازمات، ومحتاجين ان هم يقفوا وقفه راجل واحد علشان يدافعوا عن بلدهم وعلشان يتحملوا مسؤوليه اتخاذ القرار في اختيار القياده السياسيه الحكيمه اللي تقود هذه البلد الى بر الامان وتقودها الى المكان المتميز اللي المفروض تكون فيه. يا فندم، يعني رهانك كان على الشباب، وخاصة كانت من آخر الزيارات كانت في مركز ميدسي مع يعني شباب المصريين في الخارج، ونحن أيضا يا فندم شهود عيان على يعني كافة الجيل الثاني والثالث زياراتهم في مصر، وأنهم بيشوفوا كل حاجة موجودة في مصر. فأنا حاسس إن رهانك دايما يعني على الشباب في هذه الانتخابات يا فندم. الشباب يا فندم هم قادة البلاد، وهم دول المستقبل، مستقبل البلد. واحنا الحقيقة مركز ميدسي التابع لوزارة الهجرة عندنا نماذج مشرفة ومبشرة، هم سفراء لينا في الخارج، وبيستطيعوا اساسا عليهم دور كبير ان هم يقنعوا ويحفزوا ويشحذوا كل الشباب الدارسين اللي موجودين من مصريين في الجامعات اللي هم فيها. وانا عندي ثقه كبيره جدا جدا في رؤيتهم، وعندي ثقه كبيره جدا في ان هم ابناء عصرهم. يعني الوقت بتاعهم الحقيقه التكنولوجيا فيه عامل قوي جدا، الفكر مختلف، طريقة التعبير مختلفة، فوجودهم وان هم يوضحوا لنا الصورة بمنظورهم هم هيخلينا ان احنا واقفين على ارض صلبة، وعارفين ازاي نتعامل مع الشباب، وعارفين ازاي ان احنا نديلهم المساحات للقيادة ونديلهم المساحات للتحرك اللي ان شاء الله هتحقق افضل ما يمكن باذن الله في الفترة اللي جاية. هختم مع حضرتك انا من ساعة ما حضرتك طلعتي معايا على الهواء في برنامج الطير المسافر، والرسائل بتنهال على البرنامج علشان تشكرك. هختص من كل الرسائل دي رساله واحده بس من المواطن المصري عبد الكريم سميضه من ميلانو، بيقول لك يا سياده الوزيره، بيقول لي قول لي الكلام ده للوزيره، بيقول لك يا سياده الوزيره انا حلمت بحاجات كتير واتحققت في عهدك، حلمت انزل بالعربيه ونزلت، حلمت يعني اعمل موقفي التجنيدي وحصل. بيقول لك ما تقلقيش، هننزل في ميلانو وفي ايطاليا بكثافه علشان حضرتك وعلشان نشاطك الملحوظ وعشان كل اللي عملتيه علشاننا. والله يا فندم انا مش عارفه الكلام ده، يعني مش خلاص انا كده يعني الكبرياء بتاعي واحساسي بذاتي انتفخ الى مراحل جامده جدا. فربنا يكرمه يعني اخونا عبد الكريم سميضه، وان شاء الله كده دايما نبقى على تواصل، وباذن الله كل حاجه المصريين بيحلموا بيها. مصر قويه يا فندم، مصر دوله طبعًا عظيمه وقادره على ان هي تحقق احلام كل المصريين باذن الله، سواء اللي في الداخل ولا في الخارج. وطول ما انا موجوده انا اتعهد واوعد الجميع بان احنا يعني ان وزاره الهجره وانا طبعا يعني من بين المجموعه المتميزه لوزاره الهجره هنكون الصوت الحقيقي للمصريين في الخارج، وباذن الله مش هيحلموا حاجه غير لما نحققها باذن الله، وربنا يكرمهم. وعايزه بقى اشوف النتائج المبهره، يعني شعب مصر العظيم اللي موجود في ايطاليا وفي ميلانو وفي روما وفي ميلانو حاجه فاخره يا فندم. انا شفتهم طبعا. يعني حببوني في كل حاجه ليها علاقه بيهم، وان شاء الله احنا معاهم وهنتابعهم باذن الله، ويحققوا نتائج متميزه ومشاركه متميزه في الانتخابات باذن الله. الخير على قدوم الواردين يا حبيبة المصريين، وربنا يوفقك ويزيد محبة الناس فيكي كمان وكمان ان شاء الله باذن الله. وشكرا لحضرتك يا فندم. ما تحرمش منك يا فندم، ميرسي جدا. مع الف سلامه. مع السلامه يا فندم، مع الف سلامه.